السلام عليكم يا جماعه. عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. هنعمل النهارده العاشوره بطريقه بسيطه واقتصاديه وجميله جدا جدا، وتاكليها زي بتاعت المحلات واحلى. حاجه كريمي كده وجميله. بص المعلقه عامله ازاي. هي كانت طبعا بردت شويه، لسه ما وصلش للبرود التلاجة، بس عشان بس ايه نصور بسرعه. جميله وطعمها خطير، جميله جدا. وهنعملها كده بطريقه اقتصاديه وسهله جدا جدا. معايا انا جايه ربع كيلو قمح بالظبط، يعني كوبايه ونص كده قمح. غسلتهم كويس جدا جدا ونقعتهم 3 ساعات. بصي الميه بتاعتهم تبقى بيضه ازاي. قبل ما تغسليه تنقيه، تنقيه كويس وتغسليه كويس جدا جدا، وبعدين تنقيه في ميه نظيفه، وبعدين تشيليه من ميه نظيفه تحطيه في الحله. حطي بقى عليه ميه سخنه وتحطيه على النار، واول ما يغلي معاكي وطيه عشان الحله ما تفرش وتغرق لك البوتاجاز. واللي وصل لحد هنا يا جماعه اعمل لي لايك للفيديو واشتراك للقناه وتفعلوا الجرس. بصي بقى لما دخلت على السوا انا مطيت عليها وسبتها. هي خدت حوالي نص ساعه كده، ساعه الا ربع. لما استوت خالص كده، انا بقى بنتي بتحب البليله من غير لبن. خدت الحب وسبت لها، وبتحب ميه البليله. خدت الحب وسبت لها الميه بشويه بليله كده تاكلهم، عشان تبقى كريمي معاكي، ما تبقاش فيها ميه كتير. يعني حاولي تاخدي الحبوب بس كده بمعلقه بكبشه كده، تديها ريحه القمح. ومعايا بقى المقادير. معايا لتر لبن، معايا 5 معالق سكر، السكر ده زي ما انت عايزه، ومعلقه جوز الهند، ومعلقتين نشا، ومعلقه قشطه لو عندك. ما عندكيش خلاص، انا عندي في التلاجة اللي انا بشيل وش اللبن. واحد فانيليا. كده خلاص غليت بقى البليله بتاعتي اللي انا اخدتها. هحط عليها بقى اللبن. اللبن ده زي ما انت عايزه. انا كنت عامله حبه صغيرين، يعني خدت كيلو الا ربع لبن كده، ما حطيتش اللبن كله لان الحب كان قليل. انا عامله حبه قليلين بس مش قليلين قوي، يعني حاجه كده في السريع. حطيت بقى اللبن. اما يغلي بقى اللبن تاخدي نص كوبايه لبن تاني، تحطي عليها معلقتين نشا، معلقتين بس، معلقتين هرميين كده. دلوقتي هنحط السكر ومعلقه جوز الهند. معلقه جوز الهند هتديها ريحه جميله جدا، وهتديها طعم حلو قوي. هنقلبها كويس وندوب السكر. هنجيب بقى نص كوبايه اللبن، نحط فيها معلقتين نشا، معلقتين نشا هرميين، وندوبهم كويس جدا جدا. هي سهله على فكره، العاشوره سهله. كل سنه وانتم طيبين، ويقعد عليكم الايام بخير ان شاء الله، والسنه الجايه تبقوا في احسن حال باذن الله. دوبنا بقى نشا كويس. اما تبتدي بقى تغلي حطي النشا عشان ما تقفش كتير، عشان النشا ده عايز تقليب مستمر. ابتدت تغلي اهي. احط بقى النشا واروح مقلبه على طول. اخلي بقى النشا لما يستوي تاخد لها غلوتين 3 كده وخلاص. انا حطيت دلوقتي النشا اهو. هقلبها بقى كويس. قلبيها كويس لحد ما النشا يستوي، عشان ميبقاش ريحه النشا في اي حاجه بتعمليها. ما دام حطيتي نشا على اي حاجه بتعمليها حلوه، خليها تستوي كويس. انا بقلبها اهو عشان تندمج كلها مع بعضيها. بس شكلها كريمي وجميله ازاي. ده كمان لسه ما حطيتش القشطه. القشطه بقى بتخليها تحفه، بتخليها كريمي قوي. وطبعا عشان هي اما بتبرد بتتماسك اكتر. تحاول تخليها يعني زي الجيلي كده، يمكن اقل شويه. بصي لازم تخليها سايله شويه، عشان هي لما تخش التلاجة هتجمد معاكي. غليت كويس اهي. احط بقى باكو الفانيليا، يديها ريحه حلوه. اخر حاجه باكو الفانيليا. انتي حطيه وتحتفي بالبوتاجاز على طول، ما تقعديش تقلبي فيه كتير عشان ريحته ما تروحش. بصي انا جايبه غلوه بس كده وحطفتها. نقلتها بقى على الرخامه كده. اقعد اقلب فيها شويه عشان السخونيه تبرد، تهدى شويه. هحط بقى دلوقتي القشطه. بصي القشطه عندي في التلاجة احطها، ما عندكيش خلاص. مش هي مش حاجه اساسيه، بس هي بتديها قيمه غذائيه اكتر وبتخليها كريمي قوي. انا دايما بغلي اللبن باخد نص وش بس واشيله. بشيله بقى للحاجات دي عشان ما تكلفيش نفسك وتشتري. خدي نص وش بس. هقليها بقى كويس قوي لحد ما القشطه تدوب فيها. طبعا السكر يا جماعه اللي بيحلي حاجه زي كده بيحلي زي ما هو عايز. بصي انا قلبتها كويس بالقشطه. طبعا القشطه مثلجه هديتها شويه. هغلب بقى كده زي ما انت عايزه، في سلطانيه، في كاس، زي ما عندك بالظبط. اغرفي فيه.
بص شكلها تحفه، شكلها خطير، وهي جميله قوي عشان القمحيه دي قمحيه كامله. انت ما تروحي عند العطار تقولي له عايزه قمح البليله، مش اي قمح تعمليه، يبقى قمح مقشر كده وقمحيه كامله، بتبقى شكلها جميل اصلا. واي بقى اي مكسرات عندك، ما عندكيش خلاص، يعني انا عندي جوز الهند كده وزبيبه، زوقتها كده تزويقه بسيطه خالص، ما كلفتش نفسي ولا حاجه. ما عندكيش خلاص. كل سنه وانتم طيبين، والى اللقاء في الفيديو الجاي ان شاء الله، نقول عليكم الايام بخير.